تعالي يا حبيبتي انزلي لي هنا على المسرح. الناس اللي بتعمل ترند اتقوا الله في الترند. في معهد الموسيقى العربيه بنحتاجها كنوع بسيط من التجويد، ما وصلناش وارتقيت انا لدرجه حفظه القران. لو عاد الزمن كنت اتمنى طبعا ابقى شابه نشأت في طاعه الله من بدري. فيلم سينما ان شاء الله يبقى مفاجاه مع استاذ خالد الصاوي ومجموعه كبيره من الفنانين. الموضوعات المثيرة للجدل المطروحة مؤخرا وجود مذيعة بالذكاء الاصطناعي على إحدى القنوات المصرية، لو طلب منك تقدمي برنامج مع مذيعة ذكاء اصطناعي يكون إيه تعليقك؟ تعالي يا حبيبتي انزلي لي هنا على المسرح وانا افرجك ايه الفرق بين العادي والذكاء الاصطناعي. لا هم عمرهم ما هيحسوا زينا. كمان انت اللي بتوجهي الذكاء الاصطناعي، يعني عمره ما هيستغنى عن الطاقه البشريه خالص. يعني احنا اللي بنحط النظم واحنا اللي بنعمل الكمبيوتر واحنا اللي بيقول لك ايه، بس بصنع مواقع او احنا اللي بنعمل، الشخص هو اللي بيعملها. ففي الاخر تبقى الروح يعني طبعا اكيد. يكون في مذيعة محجبة هو شيء عادي ومقبول، ولكن التأثير الأكبر بيكون على الفنانة والمطربة، وأنت كمان عندك الموهبتين أو عندك المجالين التانيين، فإزاي شايفة الموضوع وتأثيره؟ احمد الله طبعا على الطاعه، ويا رب يديمها عليا نعمه يا رب. بستمتع يعني وانا بلبس حجابي لحد النهارده، ربنا يديمها عليا نعمه. ولكن انا مش شايفه انه بيزيدني، اللي بيزيدني هو ان انا بحافظ على المبادئ والخلق اللي اتربينا عليها كلنا، وما ينتقصش من اللي مش لابسه حجاب ولا اي حاجه. ده اجتهاد وخلفيات ومخزون وثقافه، وفي الاخر القبول ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني هل مثلا بيأثر على أدوار بتقدميها في الفن؟ هل ممكن ما تكونيش قادرة تحضري حفلة بشكل معين عشان ارتدائك للحجاب؟ لا انا بتواجد في كل مكان، وما بيقفلش على دماغي ولا بيخلي الناس تبص لي بصه، بالعكس. يعني انا بتشرف ان انا بخش في كل المحافل اللي بتحصل، مهرجان السينما، مهرجان الدراما، بروح في كل مكان، الا يعني الاماكن اللي يكرهها سبحانه وتعالى ربنا يطلع عليا. يعني المفروض يجدني حيث امرني ولا يجدني حيث نهاني. يعني الاماكن اللي نهانا عنها ما اخشش فيها ولا اتخانق عشان ما بيدخلونيش، لان انت ايه اللي جايبك هنا اصلا. لو رجعتي بآلة زمن وكان عندك الإمكانية إن أنت تلغي الفترة الأولى اللي دخلتي فيها للفن قبل ارتدائك الحجاب، هل تكرري التجربة بنفس التفاصيل ولا تقرري إن أنت تبدأي من بعد عودتك بالحجاب؟ من اخر السؤال يعني حلو قوي الشاب اللي نشأ في طاعة الله، واللي هم سبقوني وبدأوا بالتزام وهم صغيرين بدري. لكن من ناحية الندم ممكن أندم إن أنا ما بدأتش التزام بدري، لكن ما بندمش على ألبومي القديم. زي ما تفتحي ألبومك وتقولي وانا كنت صغيره في القديم ده الجيل بتاعنا. يعني من اول المدرسه وانا بعزف فيها طفله، وبعدين معهد الموسيقى العربيه وزمايلي وتاريخي لا يعني بحس ان دي مراحل مريت بيها. لكن لو عاد الزمن كنت اتمنى طبعا ابقى يعني شابه نشأت في طاعه الله من بدري. بنشوف من السوشيال ميديا بعض النماذج الموجوده وبتحقق شهره وبتحقق نسبه كبيره من المتابعين، ولكن مع الاسف المحتوى بيكون لا شيء. فالنماذج دي هل بتزعجك او بتحس ان هو وجودها شيء لا يؤثر على كونك اعلاميه او على الاعلاميين بشكل عام والساحه؟ ما بيزعجنيش ان هم يسلوا الناس بس ما يضللهمش، ما بيزعجنيش وجودهم، لكن بيزعجني التخاذل اللي بيعمله المستنيرين، الناس اللي عندها ثقافه وعندها علم، بينوروا عقول الناس طول الوقت وبيحاربوا السوشيال ميديا الرديئه بالجيده. العملة الجيدة تطرد السيئة من السوق، واشغلوا الناس بالحق وبالعلم وبالحاجات دي كلها عشان ما ينشغلوش بتوافه الأمور. والناس اللي بتعمل ترند اتقوا الله في الترند. يعني يا ريت يكون، يعني انت عندك حتى كإعلامي انت عندك ميثاق الشرف الإعلامي. ما بين ميثاق الشرف الإعلامي وما بين ترند ممكن نبقى أصحاب، أعمل ترند بس أنا تحب تطلعي ترند بشيء إيجابي بميثاق الشرف الإعلامي. طبعا ليه لا. كان عندك مشاركة في رمضان مسلسل، فكلميني عن الأصداء اللي شفتيها من المسلسل. الحمد لله انا بشوفه في الشارع، يعني اتذاع على قنوات مصريه بس على المنصات مش موجود بشكل كبير، بس مع ذلك اتشاف. والصعيدي ليه يعني طبعا مسلسل قلع الحجر مسلسل صعيدي وليه جماهيريه عريضه، حسيتها لما رحت بقى محافظات اخرى والساحل وكده. البسطاء انه والناس اللي في الصعيد وفي المحافظات حتى الفلاحين مبسوطين بيه، فانا سعيده برد الفعل جدا جدا. عندك ايه جديد الفتره الجايه سواء على مستوى الدراما او التلفزيون او اي حاجه بتشاركي فيها؟ احتمال ادخل فيلم سينما ان شاء الله يبقى مفاجاه مع استاذ خالد الصاوي ومجموعه كبيره من الفنانين. بس ده اللي بقراه دلوقتي وبس، والتدريس والبرنامج الستات ما فيش يكذب. بذكر التدريس كمان هو من الامور اللي كانت عايزين نسالك عليها، كونك انت بتعلمي او بتدربي تقنيات الصوت وكمان التجويد، فهل ده بالنسبه للبعض مش امر مثير للاستغراب؟
لا الحمد لله، عشان المادة دي كنت بدرسها وأنا طالبة، وابتديت أحسنها لما خدت دبلومة في إعداد دعاة يعني، وابتديت أحفظ على إيد شيخة يعني، فطورت حتى المادة وبقت. إحنا في معهد الموسيقى العربية بنحتاجها كنوع بسيط من التجويد، ما هواش يعني إحنا مش حافظة ما وصلناش وارتقيت أنا لدرجة حافظة القرآن، ولكن بقواعد بسيطة بعلمها للولاد عشان مخارج الحروف بتاعتهم. إذا أدى قصيدة، إذا وقف على المسرح جاله عمل تاريخي إسلامي غيره يبقى جاهز على طول ومخارجه صح. إذا بقى إعلامي زي حضرتي كده يعني متواضع كده يعني، يبقى المخارج بتاعته سليمة وتوصل للناس. أنا بشكرك جدا ونورتي الكويت وأسعدتيني وشرفتيني بالمقابلة دي، أشكرك. ليكي جدا جدا، معلش.